السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله لو بتتابعيني لأول مرة، دي قناتي انا منى ايوب. هنعمل مع بعض في الفيديو ده الجاكيت او البلوفر الكروشيه ده. هو لسن حوالي 6 سنين، تقدري تعمليه لأي عمر. تقدري كمان تنفذيه حريمي او رجالي او بناتي لو غيرتي الالوان. ودي بعض الحاجات اللي احنا عملناها على القناة، تقدري تتابعيها وان شاء الله موجودة كلها يعني بالطريقة. ان شاء الله الفيديو ده هو الجزء الثاني للبلوفر. الجزء الاول نزل على القناة خلاص، تقدري تتابعيه. وكمان لو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان ان شاء الله يوصلكوا كل جديد بنعمله. الجزء الاول احنا خلصنا فيه البلوفر، عملنا الكمام وكمان الصدر والظهر، وقفلنا الكمام زي ما انتوا شايفين كده، وخلصنا كل ال يعني طريقته في الفيديو الاول. طيب الفيديو ده احنا هنعمل المرض وهتتابعيه، لانه غير الحاجات اللي انا عملتها قبل كده. يعني هيبقى فيه اختلاف عند الزومت، يعني حبيت اعرض المرض واقول لكم ازاي تعملوه. هعمل كده بداية سلسلة، وبعدين هبدأ أشتغل المرد بتاعي. المرد ده أنا عاملاه مفتوح، من غير يعني من غير زراير أو سوستة. يعني حبيت أعمله حاجة مفتوحة ويتلبس تحتيها تيشيرت، وشكله كمان ظريف. هبدأ كده هدخل في أول سطر من السطور اللي أنا عملتها في أول حلقة كده، وبعدين هثبت بس الخيط بتاعي، وبعد كده هقفل على الخيط. والغرزة اللي انا قفلت بيها دي مش بحسبها، وهبدأ ارتفع. انا حبيت اعمل المرض ارتفاعه 5 غرز، يعني هعد كده وانا ماشية واعمل 5 غرز سلسلة. طيب لو حد حب يعمله اعرض او لمقاس كبير ممكن يزود يعمله 8 او 10. هدخل كده في اول غرزة واعمل غرزة حشو، وبعدين تاني حلقة من السلسلة واعمل تاني غرزة حشو، وبعدين هاخد بالي بس عشان الخيط فتح مني. تاني اهو هدخل في تاني حلقة واعمل تاني غرزة حشو، وبعدين تالت غرزة حشو. وهبدأ اعد وانا ماشية زي ما قلنا في كل الفيديوهات بتاعتنا عشان ما تلخبطش. بعد خمس غرز حشو في كل حلقة من السلسلة، غرزة حشو من غير أي تزايد. طيب بصوا كده، أنا طلعت يعتبر الأول حاجة أنا ثبتها في أول سطر اللي هو كان عندي نص عمود. طيب كان تاني سطر عندي اللي هو منزلقة ومنزلقة ونص عمود، فهدخل فيه كده هثبت الشغل فيه. بصوا هنا اهو عندي السطر ده تاني سطر هدخل فيه واحاول اخد حلقتين، ما ادخلش في حلقة واحدة عشان الشغل بتاعي يبقى متثبت صح وما يبقاش ضعيف. هطلع كده بمنزلقة، وبعدين تاني سطر هدخل برضو فيه علشان اثبت القطعة بتاعتي واعمل تاني منزلقة، وبعدين ارتفع غرزة سلسلة، وبعدين الف الشغل بتاعي. الاتنين منزلقة انا ما بشتغلش فيهم اهي، المنزلقة 1 2 مش بشتغل فيهم خالص. ببدأ اشتغل فين؟ في ال5 غرز حشو بتوعي بس. هشتغل كده في الحلقة الخلفية، مش هشتغل في الحلقتين، هشتغل بس في الحلقة الخلفية. ادي اول غرزة حشو، وبعدين تاني غرزة حشو، تالت غرزة حشو، رابع غرزة حشو، وبعدين خامس غرزة حشو دي الأخيرة. هرتفع غرزة سلسلة والف الشغل بتاعي. هدخل كده في أول حلقة خلفية وأعمل أول غرزة حشو، تاني غرزة حشو، تالت غرزة حشو، وبعدين رابع غرزة حشو، خامس غرزة حشو. وبعد كده هثبت فين بقى؟ طيب هنعتبر كل سطر مكان للتثبيت. يعني انا ثبت اهو، طلعت في اول غرزة اللي هي كان السطر اللي هو نص عمود، وبعدين ده المنزلقة ونص عمود عملت فيه التثبيت بتاعي، وبعدين هبدأ ادخل في كل سطر. يعني ده المنزلقة ونص عمود وده برضو منزلقة ونص عمود، فانا هثبت هنا مرة. هدخل كده احاول ادخل فيه حلقتين مع بعض، هثبت واعمل منزلقة، وكمان في السطر اللي بعده على طول هثبت واعمل منزلقة، وبعدين هعمل الارتفاع بتاعي والف الشغل علشان اشتغل على ال5 غرز. الاتنين منزلقة انا مش بشتغل فيهم. بصوا كده هوريكم اللي انا اقصده ايه. ده كده المنزلقة دي اول واحدة، ده الارتفاع بتاعي، دي المنزلقة الاولى ودي المنزلقة التانية. انا مش بشتغل فيهم خالص، انا بشتغل من اول الغرز اللي هي ال5 غرز دول. بشتغل في الحلقة الخلفية كده اهو في اول غرزة من ال5، وبعدين اعمل اول غرزة حشو،
تاني غرزة حشو، تالت غرزة حشو. حاول بس اخد بالي ان الخيط لو خدت جزء من الخيط وسبته اعيد تاني عشان الغرزة بتاعتي تبقى مظبوطة. هدخل كده في كل حلقة واعد برضو وانا ماشية لغاية ما اخلص ال5 غرز بتوعي. في حد هيقولي طب ما عندي الغرز اللي انا بثبت فيها، اللي هي الغرز اللي بثبت فيها في السطر، في السطور يعني في سطر عريض وسطر تاني رفيع. فانا هقولك لا، اعملي في كل سطر مرة منزلقة، وعادي هو السطور العريضة مع السطور اللي هي اولها منزلقة هتبقى يعني ايه المرد بتاعي نفسه هيبقى مظبوط، ولا هو مشدود ولا هو واسع. خلاص كده انا خلصت اهو، وصلت ال5 غرز. هبدأ بصوا هعمل ايه. السطر اللي هو نص عمود ده هدخل فيه واعمل منزلقة عادي، هحاول بس ادخل فيه يعني خيطين مع بعض، ما اخش زي ما قلت لكم ما بثبتش واخد فتلة واحدة. انا باخد في حتة تكون الشغل بتاعي متثبت اهو. عملت منزلقة هنا، وهعمل منزلقة في السطر اللي هو كنت بعمله، يعني اللي هو كان نص عمود في الحلقة الخلفية. فعادي اعملي كده والشغل بتاعك هيبقى مظبوط. يعني انا حاولت اجرب ان انا ادخل مرتين فيه عشان هو اعرض، بس الشغل ما طلعش مظبوط. فكده الشغل ما شاء الله كان كويس. هبدأ ايه، ادخل زي ما قلت لكم كده في كل حلقة خلفية واعمل 5 غرز 5 غرز حشو في الحلقة الخلفية. هفضل ماشية كده هقول لكم لغاية ما نوصل للمرد فوق، علشان الموضوع هيتغير عند الزومت او الشغل بالزومت. بصوا زي ما انتوا شايفين هفضل شغالة لغاية ما اوصل للجزء اللي هو بتاع اول الزومت. هقول لكم هنعمل فيه ايه ودي طريقة جديدة، ويعني ان شاء الله تفيدكم في حاجات تانية ممكن تعملوها. انا كده خلاص خلصت اهو الجزء ده. بصوا عملت الجزء ده لغاية هنا، وده الزومت بتاعي اللي هشتغل عليه. الزومت كان قصير من هنا، فانا حبيت اعرضه، عايزاله الجزء ده يبقى عريض كده. فحبيت اعمل ايه، انا حابه المرد من الاول يبدا رفيع، فهبدا اخليه سميك من هنا. بصوا كده همسك الزومت من النص، احط كده الاول على الاول، وبعد كده عند حوالي مثلا، بصوا لو عديت كده الغرز اللي هي النص عمود دي حوالي 4 غرز، وهحط علامة الغرز اللي هي البارزة دي. ومن الناحية التانية برضو هعد نفس الفكرة اهو، 1 2 3 4، وهحط عندها برضو العلامة. عايزة تعدي بالغرز عدي، عايزة تعدي يعني هو بس يعني الموضوع مش ممكن بالنظر كمان. هرتفع كده واحدة بعد ما عملت منزلقة، وبعدين هبدأ أثبت الشغل بتاعي في ال5 غرز في الحلقة الخلفية. هبدأ كده أول حلقة خلفية هدخل وأعمل أول غرزة حشو، تاني غرزة حشو، تالت غرزة حشو. وهشتغل برضو بنفس الطريقة اللي كنا بنشتغل بيها، بس في حاجة هنا مختلفة عن المرض. ايه هي بقى؟ ان انا لما اجي اثبت في جسم الزومت هقول لكم هنثبت بكام واحدة منزلقة. هدخل كده في اول واحدة واعمل اول غرزة حشو، تاني غرزة حشو، تالت غرزة حشو، لسه ما عملتش التزايد بتاعي، رابع غرزة حشو، خامس غرزة حشو في الحلقة الخلفية. وبعدين بقى بصوا هنعمل ايه. عندي دي الجزء اللي انا طلعت منها اهي، دي كان فيها الشغل بتاعي. هدخل في اللي بعدها واعمل منزلقة، وبعدين في اللي بعدها واعمل تاني منزلقة، وبعدين في اللي بعدها واعمل تالت منزلقة. بعمل 3، وده الشغل بتاعي علشان الشغل يبقى اضيق. يعني هقول لكم هيبقى شكله عامل ازاي. بصوا كده دول ال3 منزلقة انا مش بشتغل فيهم، بعد كده 1 2 3، وابدأ الشغل في اول الغرزة اللي هي خامس غرزة في السطر، اللي هي دي تبقى اول غرزة اهي. 1 2 اللي جنبها اهي 2 3 4، وبعدين 5. بعد كده هرتفع غرزة سلسلة، وبعد كده الف الشغل بتاعي واشتغل ال5 غرز برضو بنفس الطريقة في كل حلقة خلفية غرزة حشو لغاية ما اثبت الشغل بتاعي. وهقول لكم هنعمل ايه بقى بداية من العلامة. انا بدخل بس كده في كل حلقة وهعمل غرزة حشو اهي، وبعد كده هثبت في جسم الزونت بتاعي. طيب هشيل العلامة علشان ابدأ اعمل بقى خلاص التزايد بتاعي. هثبت عادي خالص ب3 منزلقة زي ما بنعمل، ادي 1 2 3، وبعدين هرتفع غرزة
سلسلة. طيب هلف كده الشغل بتاعي، دي اول غرزة اهي. بصوا دي 3 منزلقة خلاص مش بشتغل فيهم، دي اول غرزة اهي. بدخل في الحلقة الخلفية واعمل غرزة حشو، وادخل تاني في نفس المكان واعمل تاني غرزة حشو، وبعدين اعد 3 4 5 6. عندي زادت اهي غرزة، خلاص هرتفع واحدة والف الشغل. يبقى انا كده عملت 6 غرز حشو. هرجع اكررهم، ادي 1 2 3، فوق كل غرزة غرزة حشو في الحلقة الخلفية، 4 خلاص 5 وبعدين 6. وبعدين هبدأ أثبت بمنزلقة. هدخل في أول غرزة بتاعتي أهي، حرف الفي كله، أعمل منزلقة، وبعدين اللي جنبها تاني منزلقة، وبعدين تالت منزلقة، وبعدين أعمل ارتفاع وألف الشغل. طبعا ال3 منزلقة أنا مش بشتغل فيهم، 1 2 3. أدي أول السطر أهو. بدخل في الحلقة الخلفية وأعمل أول غرزة حشو، وفي نفس المكان تاني غرزة حشو، وبعدين تالت غرزة حشو، وأكمل السطر عادي فوق كل غرزة. رابع غرزة حشو، فوق كل غرزة غرزة حشو. خامس غرزة حشو. سادس غرزة حشو. سابع غرزة حشو. تكون عندي 7 غرز حشو. تاني هرتفع واحدة والف الشغل بتاعي. بصوا شكل الشغل اهو اتغير، يعني كان رفيع وبعدين بدأ الموضوع يعني يبقى اعرض من تحت. هفضل شغالة كده يعني كل سطر. السطر ده كده هشتغله من غير اي تزايد. بدخل في كل حلقة وبعدين اعمل غرزة حشو في الحلقة الخلفية، فوق كل غرزة غرزة لغاية ما اعمل منزلقة. لما بعمل منزلقة وابدأ السطر الجديد هعمل التزايد بتاعي. محدش يعمل هنا تزايد ويرجع يكرر تاني التزايد، لانه كده هيبقى الشغل مش مظبوط. انا بدخل هنا عادي اهو فوق كل غرزة غرزة، وبعد كده اثبت الشغل بتاعي في جسم البلوفر. ادي اول غرزة منزلقة، تاني غرزة، وادي تالت غرزة، وبعدين اعمل الارتفاع بتاعي. خلاص هبدأ اشتغل ازاي؟ هسيب ال3 منزلقة مش بنشتغل عليهم. هدخل في الحلقة الخلفية في اول واحدة واعمل اول غرزة، وفي نفس المكان تاني غرزة، وبعدين اعد برضو 3 فوق كل واحدة واحدة، 4 5 6 7 8، وبعدين ارتفع، وهكذا لغاية ما يبقوا 10 غرز حشو. يعني انا بزود في السطور لغاية ما يبقوا 10. لما هيبقوا 10 هكمل بيهم عادي الجزء بتاعي، وهقول لكم هنعمل ايه عشان نحاول نعمل تناقص في نفس المكان اللي احنا عملنا فيه التزايد هنا من الناحية دي للزومت. هدخل في كل حلقة خلفية برضو واعمل غرزة حشو في الحلقة الخلفية، وبعد وانا ماشية. وزي ما قلت لكم هبدأ اثبت في جسم البلوفر، ادي اخر واحدة اهي. وبعدين هثبت في جسم البلوفر ب3 منزلقة، ادي 1 2 3، وبعدين هرتفع. هلف الشغل بتاعي وهدخل في اول غرزة، دي اللي بعمل فيها تزايد اهي. بدخل كده في الحلقة الخلفية واعمل اول غرزة، وفي نفس المكان هدخل تاني واعمل تاني غرزة، وبعدين هعمل فوق كل غرزة او فوق كل حلقة هعمل غرزة حشو واحدة بس من غير اي تزايد. انا كمان كنت جربت ان انا اعمل تزايد في اول السطر واخره، يعني هعمل في اوله وبعدين هنا في اخره، بس لقيته شكله مش كويس، فده كان انسب طريقة يعني. هفضل شغالة لغاية ما يبقوا 10 غرز حشو. كده انا خلصت خلاص، وبقوا عندي 10 غرز حشو في الحلقة الخلفية اهو. الموضوع بقى من 5 لغاية 10. خلاص انا هثبت الشغل على كده، مش هعمل ولا تزايد خالص. يعني ايه؟ يعني هفضل شغالة كل سطر هيقابلني هحط الاول كده الزومت على بعضه. ده الاول الزومت مع الاول، دي العلامة اللي انا بدأت ايه التزايد عندها، ودي المكان اللي انا خلاص اخر جزء عندي في التزايد اللي هو ده. خلاص ده برضو هحط يعني قصاده بالظبط هحط علامة هنا، عشان هو ده البداية بتاعتي اللي هفضل ماشية الجزء ده كله 10 غرز لغاية العلامة دي. هبدأ اعمل تناقص لغاية هنا عشان ارجع اشتغل تاني ال5 غرز بتوعي اللي هما زي الباقي بتاع البلوفر بتاعي. هبدأ كده هقول لكم اهو، هقفل بس العلامة بتاعتي وهبدأ ارتفع
غرزة عشان اوريكم ال10 غرز اللي احنا وصلنا لها. هبدأ هدخل كده في الحلقة الخلفية واعمل اول غرزة حشو في الحلقة الخلفية، وبعدين تاني غرزة حشو في الحلقة الخلفية، بعدين تالت غرزة حشو اهي، وبعدين رابع غرزة حشو، خامس غرزة حشو، سادس غرزة حشو، سابع غرزة حشو، تامن غرزة حشو، وتاسع غرزة حشو، وعاشر غرزة حشو. وخلاص، وهبدأ أثبت اهو ال10. هبدأ أثبت الجزء بتاعي زي ما قلنا 3 منزلقة، ادي 1 2 3. شغالة 10 غرز لغاية ما اوصل للعلامة بتاعتي. انا خلاص خلصت اهو، وبعمل منزلقة ادي 1. خلاص وصلت للعلامة ادي 1 منزلقة، وهشيل العلامة بتاعتي واعمل تاني منزلقة، وبعدين تالت منزلقة، تالت غرزة منزلقة. وبعد كده هعمل ارتفاع خلاص عشان ابدأ اعمل التناقص بتاعي. طيب التناقص هعمله ازاي بقى؟ سهل جدا. انا كان عندي 10 غرز، هبدأ اسيب ال3 منزلقة بتوعي وادخل في الغرزة رقم 10 في الحلقة الخلفية بتاعتها اهي. هدخل هنا كده، وبعدين اسحب الخيط واسيبه على الابرة، وادخل في الغرزة اللي بعدها واسحب الخيط، وبعدين هطلع من الاتنين كلهم واعمل اول غرزة حشو. لو عدينا كده دي اول واحدة. خلاص هعمل تاني غرزة حشو، تالت غرزة حشو، رابع غرزة حشو، خامس غرزة حشو، سادس غرزة حشو، سابع غرزة حشو، وبعدين تامن غرزة حشو، تاسع غرزة حشو. بقوا 9 غرز بس. خلاص كده هرتفع واحدة، وبعدين هلف الشغل بتاعي واشتغل برضو في الحلقة الخلفية. هيبقى عندي هكون يعني 9 غرز حشو من غير تناقص. احنا قلنا قبل ما نعمل المنزلقة او نثبت الشغل بتاعنا بنعمل السطر عادي خالص، فوق كل غرزة غرزة، فوق كل غرزة حشو هعمل في الحلقة الخلفية بتاعتها غرزة حشو، واعد وانا ماشية علشان اتأكد ان هما 9 غرز بالظبط، ما زودتش او قللت غرزة علشان الشغل بتاعك يطلع مظبوط. فوق كل غرزة هعمل غرزة حشو. خلاص دي اخر واحدة اهي. هبدأ يعني اثبت الشغل بتاعي في جسم البلوفر. ادي اول منزلقة، وبعد كده تاني منزلقة، وبعدين تالت منزلقة، وبعدين ارتفاع واحدة، وبعدين هلف الشغل بتاعي. المفروض ان هما 9، طب انا هعمل ايه عشان اخليهم 8؟ هدخل كده في اول غرزة في الحلقة الخلفية واسحب الخيط، وبعدين هدخل في اللي جنبها، اسيب الخيط على الابرة وادخل في اللي جنبها، بقى معايا 3 هطلع منهم كلهم واعمل اول غرزة حشو، وبعدين في اللي جنبها حاول بس ادخل الخيط كويس عشان اهو في اللي جنبها تاني غرزة حشو، وبعدين تالت غرزة حشو، رابع غرزة حشو، خامس غرزة حشو، سادس غرزة حشو، سابع غرزة حشو، وتامن غرزة حشو. دي آخر غرزة في السطر بتاعي. بقوا 8. هرتفع واحدة وهشتغل عادي بقى فوق كل غرزة حشو في الحلقة الخلفية غرزة حشو برضو هعدهم. ادي 1 2 3 4 5 اللي بعديها 5، وبعدين 6 7 وبعدين 8. يبقى انا بشتغل سطر فيه تناقص وسطر بثبت الشغل بتاعي. هعمل 3 1 منزلقة، 3 منزلقة اهي 1، وهفضل شغالة كده تناقص في زي ما احنا ماشيين لغاية ما اوصل للعلامة بتاعتي. انا خلاص وصلت للعلامة، كنت عملت 2 منزلقة، هعمل التالتة بتاعتهم اهي، وبعد كده هعمل واحدة ارتفاع علشان ابدأ الشغل. طيب انا وصلت للعلامة، كان عندي لسه بعمل تناقص ما خلصوش. ادي اهي الغرزة اول واحدة، وبعدين هدخل في اللي جنبها واعمل غرزة، يبقى دي اول غرزة، وبعدين تاني غرزة، وبعدين تالت غرزة، رابع غرزة، خامس
غرزة وبعدين الغرزة السادسة. يبقى انا كده وصلت للعلامة، وده كان المكان اللي انا كنت بدأت اعمل فيه التزايد بتاعي. الناحية التانية كانوا 6 غرز بدل 5. هنا خلاص دول 6. هبدأ السطر اللي بعده هعمل 5، يعني هدخل كده في الحلقة دي الأول هعمل السطر ده، هثبت الشغل بتاعي في فوق كل غرزة غرزة حشو في الحلقة الخلفية. وبعد كده لغاية ما اوصل يعني لجسم البلوفر واثبتها ب3 منزلقة، وابدأ السطر الجديد اللي هو ايه، عبارة عن اخر تناقص عندي عشان يبقوا 5. هبدأ كده اثبت، ادي 1 في اول غرزة اهي، 1 وبعدين 2 وبعدين 3، وبعد كده هرتفع 1 والف الشغل علشان اعمل السطر اللي هو اخر تناقص عندي. هدخل في الغرزة رقم 6 وهطلع، وبعدين هسيب الخيط على الابرة وادخل في اللي بعدها واطلع واعمل تناقص. ادي كده 1، هنعد واحنا ماشيين، ادي 2 3 4 و5، ودي اخر خلاص اخر تناقص. وكمان بصوا بدأ عندي الشغل يرجع تاني لطبيعته اللي هو المرد اللي احنا بدأنا فيه. هشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو في الحلقة الخلفية، تاني غرزة اهي، وبعدين تالت غرزة، رابع غرزة، وبعدين الأخيرة اللي هي خامس غرزة. كده رجعت خلاص للمرد بتاعي. خلاص كده هبدأ أثبت برضو 3 منزلقة، وده بنعمله بس في جسم في الزونت بس. أول ما أوصل للغرزة بتاعتي العادية اللي احنا عارفينها، اللي هي بثبت في كل سطر غرزة منزلقة بس، هبدأ أعملها عادي خالص اهو. بصوا كده ده الشغل بتاعي ما شاء الله، الزونت بقى جميل. وبصوا لما عملت 3 منزلقة بقى الشغل عامل زي الاستك هنا كده. هبدأ اشتغل المرد كله بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها الجزء التاني ده. بصوا كده الزونت عندي بعد ما عملت الجزء بتاع الاستك او الكمر حوالي 19 سنتي او 20 سنتي، وده مناسب للسن ده. طيب الزونت انا عملته بصراحة كان المقاس بتاعه خدته من حاجة عندي بنفس المقاس. مجرد بس ان انا هشتغل تاني اهو، هشتغل تاني بنفس الطريقة هنا على المرد كله، واشتغل 2 منزلقة بس لغاية ما اوصل للجزء ده. خلاص انا خلصت اهو. هبدأ اعمل بقى ايه الاستك او الكمر اللي تحت بتاع البلوفر. تقدري تسيبيه كده لو حابة، او تقدري، انا يعني حبيت برضو اعمله الاستك بتاعه يبقى شبه الاستك ده كده بتاع الزونت. هعمل بداية سلسلة، وبعدين هبدأ اثبتها في جسم البلوفر. الجزء ده سهل جدا، ممكن يكون مش باين عشان الإضاءة أو الخيط غامق، بس برضو هو سهل. اللي عملته في الزونت هعمله هنا. هبدأ كده أدخل في أول غرزة بتاعتي أهي، وأسحب الخيط منها، وبعد كده هبدأ الارتفاع بتاعي علشان أعمل الكمر أو الأستك بتاع البلوفر. الغرزة دي اللي أنا بثبت بيها، مش بحسبها، وببدأ بعد وأنا ماشية عشان اعمل الطول بتاع الغرز. طيب عملت كام غرزة؟ حوالي 6 غرز سلسلة. هعمل واحدة كمان 7، وبعدين ادخل في الغرزة رقم 6 واعمل اول غرزة حشو، وبعدين هشتغل فوق كل سلسلة. ادي تاني غرزة حشو، تالت غرزة حشو، رابع غرزة حشو، خامس غرزة حشو، وسادس غرزة حشو. والغرزة اللي انا ثبت بيها دي مش بشتغل عليها، خلاص دول ال6 اهم. انا بعد كده، وبعد كده هثبت الجزء ده في جسم البلوفر. ازاي بقى هنعمله؟ ادي اول حلقة هدخل واعمل اول منزلقة، وبعدين في اللي جنبها هدخل واعمل تاني منزلقة، وبعدين في اللي جنبها هعمل 3 منزلقة عشان حابة الاستك يبقى من تحت ملموم، ما يبقاش زي المرض. هرتفع 1. ال3 منزلقة احنا مش بنشتغل 1 2 3، هم ما بنشتغلش عليهم، بشتغل في اول غرزة في السطر بتاعي اللي هم ال6 غرز. هدخل في الحلقة الخلفية واعمل اول غرزة حشو. شغالة الجزء كله بنفس الطريقة، هلف وارجع، يعني كل حلقة خلفية انا هدخل فيها لغاية ما اخلص ال6 غرز. دي كده الحلقة اهي اللي انا بشتغل فيها، وارجع ارتفع غرزة وابدأ اشتغل تاني عليهم ال6 واثبت الشغل ب3 منزلقة، وبعد كده ابدأ لغاية ما اخلص الكمر بتاعي كله بنفس الطريقة. كده عندي البلوفر خلص، وكمان الطريقة جميلة وسهلة، وبصراحة مش متعب خالص.
تقدري تستخدمي اي خيط انت عايزاه زي ما قلت لكم. يا رب يعني لو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تكتبوا لي في التعليقات تحت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.